البت الصغيرة عطست من غير قصد، وفجأة خلية عسل وقعت من السماء. الست فرحت جدا وخدتها البيت علشان تعمل مية بالعسل. أصل العسل وقتها كان غالي قوي، لكن اللي ما كنتش تعرفه إن البنت دي في الأصل نجمة حظ، ومصيرها يرجع لأهلها تاني بعد ما تمر بالمصاعب وتتعلم معنى الحب. زوجة أبوها ما كانتش كويس، وكانت على طول مش بتحبها ومش بتخليها تخرج. في يوم البنت حست إن أبوها فيها تحصله حاجة، حاولت تستنجد بمرات أبوها لكن ما صدقتش. وبعد لحظات جاها خبر موت الأب في الحرب. مرات الأب اتهمت البنت إنها السبب، لكن الجنرال وصل في اللحظة المناسبة وأخذ البنت معاه لقصره زي ما أوصاه أبوها. مرات الأب حاولت تكذب وتقول إنها توفت، لكن ابنها فضحها. في القصر الجنرال ومراته قرروا يتبنوا البنت بعد ما شافوا طيبتها، ووقتها حصلت معجزات. إصابة قديمة عند الجنرال خفت، وشجرة يابسة طلعت زهور خوخ. البنت كمان شافت هالة سودة طالعة من القصر، واكتشفت إن المعلم الأكبر عامل مصفوفة وغضب جدا لما انكسرت بسببها، لكنه ما قدرش يواجه الجنرال اللي كان بيبادل موارد القصر بالأكل علشان يساعد الناس في زمن المجاعة. بعد فترة القصر فضيت مخازنه، لكن حصلت معجزة تانية. حبوب رز طلعت فجأة في البرميل، وده أنقذهم وكملوا يساعدوا الناس. ساعتها مرات الأب رجعت تحاول تاخد الأكل وحقها، لكن أهل القصر وقفوا معاها وطردوها، فتحالفت مع المعلم ودسوا السم في المية. البنت بحسن النية عملت مية بالعسل للجميع، فتسمموا والجنرال وقع مريض. الطبيب قال إن مفيش علاج غير فطر روحاني عمره 1000 سنة. البنت فضلت تدعي وهي في الصيدلية، ولما صباعها أخدت نقطة من عليه ونزلت على الأرض، ساعتها تحول معجزة للفطر اللي هينقذ الجنرال.